السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وطبق جديد. اليوم عندي لكم كيك بكريمة خوخ ملبا اللي هو ديسير معروف في أستراليا. لهذا الكيك كنحتاجو 4 البيضات، كاس ديال السكر كنطربوه حتى كيولي على شكل كريمة، كنضيفو كأس ديال الزيت وكأس ديال الماء دافئ ونكملو التطريب، يعني نخلطو جيدا المقادير. من بعد كنضيفو كاس ديال بودرة الكاكاو او 3 ملاعق ديال الكاكاو الخام، نضيفو 2.5 كأس ديال الدقيق مع 3 ملاعق بيكنج باودر او 3 ديال الخمارات وقبصة ديال الملح، شوي كوكا ديال الملح. كنخلطوا المقادير نمزجوهم مزيان، كيجينا خليط خفيف ما يكونش ثقيل بزاف، يعني كيك عادي ولكن كيطلع هائل وكيجي تقريبا بحال ديال المحلات، كيجي هش وإيبونج. كناخدو مول على هاد الشكل، واللي ما عندوش بحال هادي يقدر يعوضها بالمول اللي كيتحل. كناخدو مول بحال هاد الشكل، كندهنوه بالزبده وكنسبودغوه بالكاكاو، ماشي بالطحين، بالكاكاو، حيت دايرين كيك وشوكولا. كنسخنو الفرن على درجة 180، كندخلو الكيك لمدة ربع ساعة 15 دقيقة. وباش نحضرو الكريمة كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب و2 فلون عادي بدون نكهة، يعني فلون هذوك الفلون الصغير، فلون بلا نكهة بلا والو، فلون عادي. 2 ساشيات و4 ديال المعالق ديال السكر او 3 ديال المعالق ديال السكر على حسب الذوق. من بعد كنضيف 4 ديال المعالق ديال النشا، 4 المعالق كبار ديال النشا، كنخلطهم مزيان، كنشعلو عليهم النار وكنخليو الخليط حتى يعقد مع التحرك المستمر حتى يعقد. ملي يعقد نجيبو رايبي 2 رايبي ديال خوخ ملبا، فعلا كيعطي واحد المذاق رائع جدا. من بعد ملي كنخرجو الكيك كنديرو فيه ثقوب كبيره بهذا الشكل، وكنصبو الخليط في الكيك، نصبوه باقي سخون كما كتشوفوا. فعلا الا جربتوا هذا الكيك غادي يعجبكم بزاف، كيجي هائل جدا. من بعد كندخلوه للثلاجه، كنخليوه حتى كيبرد مزيان وكتشد لينا الكريمه مزيان. كما كتشوفوا الكيك ها هو جاهز، يمكن لكم تزينوه على حسب الذوق. انا درت هنايا شوكولا فيرميسيل حبيبات. هذه بعض وصفاتي السابقة. إذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه ولايكيو الفيديو، لايك أزرق للوصفة إذا أعجبتكم، اشترك في قناتنا ليصلكم الجديد. اشتراككم في القناة يساعدنا.